بناوی خدای بەخشندەی میهرەبان، حەمد و ثەنا و سوپاس و ستایشی بێپایان بۆ خدای پەروەردگاری جیهان، درود و سەلام لەسەر پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم و لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێن کەوتوانیان تا کۆتا زەمان. براکانم لە پرۆگرامی زاد بابەتی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم قۆناغی دووەم گەیشتونەتە لاپەڕەی 37. نامۆسەگیان فەرموو. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا عظيما في الأكل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. والله خۆشەویستەکانم بابەتەکەمان لەسەر خواردنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم یاسایەکی زۆر گرنگی بڕیار داوە لە مەسەلەی خواردنە. یاساکە و ئەسڵەکە زۆر مهمە. ئەویش ئەوەیە کە ئەفەرمێ بەنی ئادەم هیچ وعاءێک، وعاء ئەو شتەیە کە شتی تێکرێ، دەفرێک، هیچ وعاءێکی پڕ نەکردووە شەڕتر و خراپتر لە زکی، بەسە بۆ بەنی ئادەم کەوا چەند تیکەیەک بخوا پشتی ڕاستکاتەوە. ئەگەر هەر ناچار زیاد یعنی زۆر حەزی کرد و حەزی زیاد ڕۆیش بۆ شتەکە، ئەوە بە مەعیدەی بکاتە 3 بەشەوە، بەشێکی بۆ خواردن، بەشێکی بۆ خواردنەوە، بەشێکیشی بۆ نەفەسی. وەکو کابرا نەکا بڵێ کاکە نەفەس ئاو خۆی جێی خۆی ئەکاتەوە و نەفەسیش نازانم چی. یعنی ئەگەر ئەم قاعیدەیە جێبەجێ بکەیت، دڵنیا بە نەخۆشی کەمە بێتەوە، دڵنیا بە پیرێتی کەمە بێتەوە، دڵنیا بە زۆربەی ئەو کێشانەی کە بەهۆی خواردنەوە تووشی ئینسان ئەبێ نامێنێت. بەڵام ئەگەر ئەم قاعیدە تەطبیقکە. ئەبو هورەیرە خوای لە ڕازی بێ فەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ مسلمان لە یەک مەعیدەیە، یعنی نانەخوا، یعنی یەک مەعیدە پڕەکە، بەڵام کافر 7 هەیە، 7 ئەمعای هەیە، وەکو حشتر زە چۆن حشتر 7 نازانم 8 هەیە کە ئاوی تیەکە، بەڵام حیوانەکانی تر یەکێکیە. عینەن کافر لە خواردنە یعنی مەبەستیەوەیە زۆر ئەخوات و شەیتانە لەگەڵیا بسم الله ناکا، بۆیە حەبە بەردەوامی ئەخوا و تێر نابێ. بەڵام مسلمان بەهۆی ئەوە بسم الله کە، بەهۆی ئەوە ئاگای ها لە خۆی، بۆیە مسلمان کەمتر ئەخوا. التسمية أول الطعام والحمد آخره. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. باش عائشة خوي للرازية طبعا أما باس يواك يعني عنوانك نام نشانكي الله بسم الله كردن لا أولا الحمد لله لا آخر، يعني لا آخر خواردن. أفرمي عائشة خوي للرازية فرمويتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أجر كسيك تان نانتان خوارد أفرمي با بسم الله بكا، أجر لبيري شو يعني لا أولا بسم الله بكا أفرمي بلا بسم الله أوله وآخره، يعني بسم الله لا سرتاوه ولا آخره. وعمر كري أبي سلمة فرمي لقلب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم نانم خوار دار عمر منال بوا أبي سلمش باوكي عمر أبو جناتان أقدارا وفاتي كردو هاي سلمة يغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواستي دار عمر لمالي يغمر أبوه صلى الله عليه وسلم كناني خواردوا وكو منال چون دز بهمو لايك أبا أوانا يغمري خواه صلى الله عليه وسلم نصيحتي كردوا فرمويتي بسم الله بك ولا بردمي خوتو نان خو بدسي راس نان خو، بويا بسم الله كردن زور قرنقة. بله. وعند الفراغ من الطعام يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكف أي لا يستغني عنه الخلق، ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ويقول: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كاتێکیش خواردن لێ ئەبیتەوە سنەتە یەکێک لەم دوعایانە بکەی کە ئێستا باسمان کرد ئەتوانی هەر بڵێ الحەمدولله ئەیشتوانی زیادەکان ئەمە بڵێ الحەمدولله حەمدەن کەثیرا طیبا مبارەکە معلومە وانە سوپاس بۆ خوای پەروەردگار سوپاسێک طیب بێ جوان بێ مبارەک بێ غەیرە مەکفی یعنی حەمدێک بێ بە بەردەوامی نعمەتی خوا نەگەڕێنیتەوە بەڵکو بەردەوام شکری نعمەتەکانی خوای پەروەردگار بکەی و لێی دانەبڕی لە شکرکردن ولا مودع يعني او طعامه او خواردنه اخر خواردن نوي يعني خواه سپاس بۆ تۆ سپاسێک کە بە بەردەوامی بێ و کۆتایی نەبێ يعني ئەم خواردنە آخر خواردن بێ یان ئەم الحەمدولله آخر الحەمدولله بێ ولا مستغنى عنه ربنا و خواردنێک بێت کە وەکو بڵێ ها چۆن بڵێ ژەم پێویستم پێ نییە وەکو ناشکر بی نەعوذ بالله بەرامبەری هەروەها لە حەدیثێکی ترە هاتووە فەرمێ الحمد لله الذي كفانا سپاس بۆ خوای کە تێرمانی کرد بەم خواردنە يعني کافی کردین کە بەشمان بکە و ئەڕوانە و تونێتیمانی شکان غەیرە مەکفی هەر ئەو معنای هەیە کە يعني سوپاسکردنەکەمان بەردەوام بێ ولا مەکفور خوا نەخواست ناشکری پێوە نەبێ و ئەنەسی کوڕی مالکە فەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی خوای تەعالا لە عەبد ڕازی ئەبێ ئەگەر خواردنێکی خوارد سواسی لەسەر کە حەقەکەی داوە يعني بەو الحەمدولله حەقی خواردنەکەت داوە و هەروەها لێتیش ڕازیە بێ ئەگەر خواردنەوەیەکت خوارد الحەمدولله لێ بکەی يعني خوای تەعالا بەوە لێت ڕازیە بێ يعني بەو حەمدکردنە بۆ خواردنەکە بۆ خواردنەوەکەش لێت ڕازیە بێ بەڵێ. ومن سنته صلى الله عليه وسلم الأكل باليمين والأكل مما يليه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. طبعا لولاش بس حديثة كمان كل كبيرة صلى الله عليه وسلم فرمي إنسان بدأ سي راس نصيحتي عمري كر ليش لم حديثة فرمي بيغمري صلى الله عليه وسلم فرمي أجر إنسان ناني خوار بابا دسي راس نان بخوا أجر آبي خوار دو بابا دسي راس أو بخواتوا چونك الشيطان بتشب أو خوا نان أخوا لحديثك أنا سأفرمي بيغمري صلى الله عليه وسلم أجر خواردنێکی بخواردایە زۆر جار سێ پەنجەی بەکارهێنا ئەگەر هەڵ بگیرایە بە سێ پەنجە زۆر جار بە تایبەتی سە میوە خورمایە مەسەلەن میوەیە زۆر جار سێ پەنجە کافیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم سێ پەنجەی بەکارهێنا و دواییش ئەیلێسایەوە یعنی شیرە و شتەکانی ئەلێسایەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. بەڵێ. وتقدم بيان جلسته في الأكل. شێوەی دانیشتنی شیرەکاتنان خواردنە لەولا باسمان کرد. عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الضب وعلل ذلك بقوله ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه كما أعافه فأجدني أعافه كما كره أكل الثوم صلى الله عليه وسلم وذلك لأجل ريحه. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما بعث بفضله إلى أبي أيوب فأتى يوما بقصعة فيها ثوم فبعث بها فقال أبو أيوب يا رسول الله أحرام هو؟ قال له لا ولكني أكره ريحه. الله پیغمبری صلی الله علیه و سلم خواردن بۆ نەیخواردووە ئەسایە تۆ هەرگە خواردن نەبێ نەیخۆی تەبیعەتەن نەچووە سەری نەیخۆی زۆر اعتیادیە حەزە دۆڵبەنەکەی نەیخۆی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هەندێک خواردن هەبووە نەیخواردووە یەکێک لەوانە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بزنمژەکی نەخواردووە و فەرموویەتی بزنمژەک لەو وڵاتەی ئێمە نییە بۆیە من هەست دەکەم تەبیعەتم ناچێتە سەری
يعني طبعا الصحابه خواردوانە پێغەمبەری خوا دەنگی نەکردووە بس خۆی نەیخواردووە هەروەها پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سیری نەخواردووە عادەتی وا بووە هەر کاتێ خواردنێکیان بۆ بەهاوردایە هەندێکی لێ ئەنات بۆ ئەبوو ئەیوب بۆ ماڵی ئەبوو ئەیوب بە تایبەتی و کاتەی لە ماڵ ئەوانە بوو هەندێکی بۆ ئەوان ئەنات جا ڕۆژێکیان خواردنیان نارد سیری تیا بوو هەر هەمووی نارد بۆ ماڵی ئەبوو ئەیوب جا ئەبوو ئەیوب هاتووتی ئەی پێغەمبەری خوا حرامە وانای خۆی فەرمووی نا بەڵام من حەزم لە بۆنەکەی نییە بەڵێ هذه فيما يقرب إليه من الطعام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرد موجودا، فما قرب إليه طعام إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. بەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بعادەت حەچی خواردنێکیان بۆ بهێنایە لێ خوارد ئیلا مەگەر تەبیعەتی نەچوایەتە سەری جا ئەگەر تەبیعەتی نەچوایەتە سەری هیچی ناول عیبداریشی ناکرد لێی ناخوارد ئەبوو هورەیرە خوای لە ڕازی بێ فەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە ژیانە بە هیچ خواردنێک نەیوتووە یعنی ئەو خواردنە عیبدارە ئەگەر حەزی لێ بکردایە ئەی خوارد ئەگەر حەزیشی لێ نەکردایە نەیەخوارد فەرمووە شرب النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يشرب الماء ثلاثا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا إذا شرب. ولمسلم يقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. زور باشا ئەڵێ خواردنەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئاوی خواردایەتەوە بە سێ جارەی خواردەوە ئەنەسی کوڕی مالک ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەگەر ئاوی بخواردایەتەوە سێ نەفەسی ئەدا ئەگەر ئاوی بخواردایەتەوە سێ جار نەفەسی ئەدا جارێکیان وایە کرد بسم الله شێوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وایە کرد و ئەی فەرموو وەکو لە ڕیوایەتێکی موسلیمە ئەی فەرموو إنه أروى وأبرأ وأمرأ أروى يعني زياتر ئەمە تینوێتی دەشکێنێ بەم شێوە بێخۆی ئەبرەئە یعنی ئەمە شیفای زیاترتێ چکە زۆر جار ینی کاتێک بە تایبەتی ئەگەر تۆ لێی بخۆیت و یەکێکی تر لە هەمان ئاو بخواتەوە ئەگەر نەفەسەکەت میکرۆبێ شتێک هەبێ بەنەو نەفەسە لەوانێ بڕاتە ناو ئاوەکەوە بۆیە ئەمە شیفایەکی زیاتری تایە لەلایەن سەحیح و تەندروستیەوە ئەمرەئەش یعنی ئەمە بۆ مەعیدە و بۆ سەر مەعیدە هەزمەکەی باشتر ینی ئەمسێ هۆکارە ئەمسێ تعریفەی کردە پێ ئەمسێ تفسيري كردوه بو هناك في غمر الله صلى الله عليه وسلم هو كار بله. ونهى عن التنفس في الإناء فقال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. بله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب. بله. أفرمي في غمر الله صلى الله عليه وسلم أجر آيب خوارداته نفسي للدروي خواردنك أداء يعني أفرمو با نفسك نراتنا آوكا يعني مثلا كاتتو يخون مكتب والسيجار هر أين كرب نفسك آوكا بديتو بالكو دوري خيتوا وابن القيم أفرمي معناه أويك دوري خستوا يعني معناه يعني يتنفس لا أفرمي لا يتنفس فينا يعني دوري خاتوا ولا دمي لا أستي دمي دوري خاتوا بوي هناسكي بودروي هناك بروا قدح كبتشي بالله. قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. الله يا علماء وتيانا أما بويا شو كما أدبه أما أدبي خواردنا بتعبتي لو سرد معنا أدب نبوة براسي يعني في غمري خاص الله سام خلقي فير أدب كردوا في غمري خاص جيجا لويك خلقي فير دين كردوا بلام خلقي فير أدبي دين كردوا زور گرنگە بڕێ ئادابێ زۆر گرنگە ئێستا هەندێ وڵاتان ئەمە ئادابانە لە ئێمەی مسلمانەوە وەرەگرن یعنی بۆ ئەوەی ترسی ئەوەی هەیە یعنی پیس بێت یعنی ئەو ئاوە بە تایبەتی جاران کورە هەتا زمانی ئێمە یەک پەرداخە هەمرا و سوراحیەک ئیتر ئاوێت تی ئەکرا و هەر نەشەڕژا پاشماوەکەی بە ئەم بۆ ئەو هەتا ئەخیر یعنی ئەمە عادەت بۆ لەو کاتانە جا ئەگەر تۆ دەمت لە ناوێ بگری و نەفەسەکە بدەیتە ناو بەڕاستی لەوانە شتێک لە دەمت بەرەو بێتەوە شتێک میکرۆبێک شتێک دیار نەبێ بۆیە دوورخستنەوەکەی زۆر گرنگە. قال ابن القيم: من آفات
الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق، بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن من ذلك. والله الله أجر آوكا بيت جابشة أخواروا احتمال هي درجاي بوري أو بوسيتو ببيتا كيشيك بو كابراو بلكو نفسي بقري لبر أوا كبجار بس يجاري خويتوا وهنا سجدي أوا براسي أوا لو مترسيا رزقارك. قال ابن حجر: وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. ابن حجر الله أمد جوانترين رجع يعني أم تفسيرك كرديتي ابن القيم أمد جوانترين رجعنا تفسير أبو أو سنته هو في غمر واي كردوه ماله. كما ورد أحاديث كثيرة النهي عن الشرب من في السقاء، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وهو الشرب من أفواهها. قال العراقي: ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة. والله هروها في غمر صلى الله عليه وسلم نتشان حديثة نهي كردوه كوا إنسان لدمي كنه لدمي مشكا ألا وانا أو خاطر يعني اشتيك هبيو برزكاتو اللي بخاطوا الله إيكي لو حديثنا حدثك أبو هريرة فرمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. في غمر صلى الله عليه وسلم نهي كردوه لويك لدمي جوزة أو برزكاتو لدمكي بيخوي يان كنا يان مشكا يا أواني أو جورشتانا. ولا حديثي إلى صحيحين شاتو حديثك أبي سعيد الخدري فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم نهي كردوه عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية على الشرب من أفواهها لدمكي بيخوي بلكو السنة وايا شتي بيني بكي تنايل إمجا بيخوي تو. بالله إمام عراقي حافظ عراقي فرمي: ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة الله هني جاري حالتنا شاري قربك هذا إنه بس راوت إلا أبي أوالي خوي تو يعني شارني هلا هندي شون كاتي خوي أوان كردو ببرزي ده الناوة يترهل كسياتو مثلا لا لي كردو اللي خواردوا الله أجا حالتك أوابو توش إنك دسناك أو بكيتناوي برداخلك وبكيتناوي وبيخويتوا أو حالتك ناتشارية أو كاتل لم كراهة درجة أو أحاديثنا من بس بي أو النية ليلة جاء إن شاء الله ستوزرون كذا زيادة شداب وأم دب ببسيو أماني وإسلاي خمان هي والله بيش هو باسي شرب ببيوا أكاد جاري كان الشرب قائما كما نهى عن الشرب قائما، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، لكن ثبت أنه شرب قائما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب وهو قائم من زمزم. وقد جمع العلماء بينهما بأن النهي محمول على الكراهة، وأن شربه صلى الله عليه وسلم وأن شربه صلى الله عليه وسلم قائما بيان للجواز. برزان خواردنا وببيوا الله في غمر صلى الله عليه وسلم نهي كردوها فرمي ببيوا شد مخونوا أو بيان هرشتي به. والله أما أفرمي لحديث ترى بسراوة ابن عباس أفرمي: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب وهو قائم من زمزم. في غمر صلى الله عليه وسلم أو بويبرد ببيوا خواردي وي لآوي زمزم. طبعا هو بخاري مسلم يجرنوا وعلماء هاتنا جمع بين أندو حديثيان كردو ليه في غمر فرمي ميكن ليش أخوي كردوتي أفرمن أو بكراهته يعني أسايا بيخويته بس باشتروا أيواني يخويته. هل ينطبق الحديث على الشرب؟ يصير جديد تشتيك جوانتان بورونا كاتب وبوم زماني خمان ضرورة آية أو حديثي كباس ما نكرت كوت ما نابي لا لجوزو لا مشكو لا كنوا أمانة أو خويته آية دبي ببسي إساء قريتوا
دەبێ ئاوی ئێستا ئەگرێتەوە وەکو ئەو وێنەیە کە دایەتی. هل ينطبق الحديث على الشرب من العلب المعدنية والزجاجية الصغيرة التي تباع فيها العصائر والمشروبات المختلفة أو يجب تفريغها في إناء آخر؟ يعني آية أتواني يكسر لي بخويتو يعني أبي إلا بكتنا وبرداخي كتير. الجواب: إذا نظرنا في العلل التي من أجلها نهي عن الشرب من في السقاء فهي غير موجودة في هذه العلب، لأن الإنسان ينفرد فيها فلا يوجد من يشرب منها بعده حتى يتقذر. ومسألة أن يشرق أو وتبتل ومسألة أن يشرق به وتبتل ثيابه مأمونة، وقد أمن من وجود أي شيء من الحشرات أو الأوساخ داخلها. طبعا أملي الجواب أم برسيارة داتو آية دروسة يمن لو دبا أوانا بخوينا ومثلا دبي بيبسي دبي دو دبي آو يعني أبي إلا بكينا ناو دراسك لي بخوينا الله أم مسألة أجر لي ورد ببينوا هو كاري أو شيء في غمر صلى الله عليه وسلم إلا لكان شيء كنهي كردوا الله إلا لكان بوس يشت أجريته إلا لكان بوس يشت أجريته لأخوار شو دواني باس كردوا بس فيش أو باسكين خمان باس يكين يكيت لو أنا الله لبروي بيس نبت شو كخال كتير لدمك لو أقاطو كتير ديله الله يعني لبر أويه نهي اللي أكرهه أو طبعا لم دبانا يجي أو برناكبه بۆچی ئەوی بەرناکەی زۆربەی جار ئەو دەبانە یەک کەسێک خواتەوە بەڵام ئەگەر چەند کەسێک خواردەبێت سێمە دەبێت بە پسی تێرین زۆربەی جار بۆ هەمووان ئایا کەسێکمان ناتوانێت وای لێ بکاو بیخواتەوە ئەوە لەوێ نا بەڵکو بیکاتە ناو پەرداخەک هەروەها لە ماڵە جاری وایە دەبەیەکی گەورە ئەخێتە ناو سەلاجە ئەسڵ وایە دەرکرێت و بکرێتە ناو پەرداخەکەەوە بخۆتەوە نەکات کەسێ بێ دنیا پێوە بنە ئەوە یەک دووهەم ئەڵێ ترس ئەوە هەیە ئەڵێ بۆ ئەوی تەڕت نەکا کاتێ بەرزی ناکەیت تۆ لێ بڕژێتە بانتا و تەڕت نەکە چکە زۆربەی جار سێنگەت تەڕ بێ تووشی التیهاباتی قەسەبات وەمانە ئەبی ئەڵێ زۆربەی جار ئەوانە دەمەکەی بە شێوەیەکە گیان تەڕ ناکە ئەڵکو لێ خۆیتەوە گیانە تەڕ ناکە سێەم ئەڵێ لە ترسی ئەوەیە نەوەک شتێک لە ناو ئەو کونە و هیزانە بێ کاتێ تۆ بەرزەکەی تۆ نایبینی ئەڕاتە ناو خوارەوە يجي أمانة يسلب دبب بسيانا نيجك زوربي جار أم دبب بسيومانة زوربي جار ترسي أوي يعني معملة لدروسية كان ترسي أوي نانيت يعني حشرات وشتانا والله بخواص قنية والله من ببسين فروشته كاتي خوي من ألبومه أنا لم الشركة ببسي عراقه من دكان ما أبوه ببسين فروشته لبنكايا كابرا خواردتي لبنكايا سيسركيتي أبوه إيش سقنية سيسركي كي مردارو بولنا يا أبوه بويا السقنية وحلم ماوانه اخيري شموتان باس كردو عرسانم كردو دوشاوم كريا سيرم كردو عايز زردوالي كتاب وك بتال معك خوارد ما هذا الاخيره سيرم كان اخر شيء سيرم زردوالي كتاب ايش سقنيه معمل سقي وشتاني ثانيه بويا حرب اشتر ويا بتالي كتابو تكرير وام جايك نقطيتر كامباسي نكردو ليراكا هيك كتلو زررانه برزان زور جار كاتي تشتي برزكيت وشتي ام اوب كبرزكيتو آبتايتي آيو زوريتي آيو دفع زوركا كدمي بو أكيتو يكسر ليو دابا زاروتنا معيدة يا بوريها ناسا أقري أوش خداشتو لاني الصحي ألين أوش زرري هي بويا باشتروا أغابو خليتو نك برز كريتو الله أعلم جاء آخر شتيش باسي أو هنا كما مساسورا ألين من أسباب النهي عن الشرب من فم الإناء. ومن أسباب النهي عن الشرب من فم الإناء أولا أنه لا يؤمن دخول شيء من الهواء مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو لا يشعر. أو أبو كباس مانك قلت ما اشتكي تيايا كبرزي كيتو إخوي خورد لخودني أروات أخواره. ثانيا يعني جاري وايا اشتكي زالوها يا زالونا زم بين زالو في الله لا يخو من زالوها كحاجة وانيا زالوها إني لوتي حشتروا معنا يا أبزانا مر شيتي طبعا هو الزرار اللي كيزوري يبو معيدة أوان خينا مجي دي أوا زور بجار أو هي ويتياه كاتي توينكي بوشيوار رقرات أخواره بالي. ثانيا أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به. بالي الله أو كسيكا
إنك بر زكاة وزور جار هنيك لي أرشيت بانيا الجاني تركاو أمانة بويا باشتر ويا بكاتنا وغلاس بخواتو هم بقدر خويا كاتناوي وهمش جاني ترناكا أما عندك لو هو كرانيك زياني أو هي ك لدبه يعني لجريكان يعني لمشكا يعني لكنا يعني لجوزة راسه وخو أو خويته خوي قرب خاتنا وجانا كان يخوي الرحمن فيك بردوام ما كان سر عبادة وطاعة خوي آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.